تغيير الساعة اللي هيحصل النهارده هيبقى معاه مشاكل، لازم تبقى عارف ايه اللي هيحصل بالظبط عشان ما تتعرضش لمشكلة من المشاكل دي في تعاملاتك المادية او في فلوسك او تخسر حاجة. النهارده كلنا عارفين ان احنا هنقدم الساعة، وناس كتير جدا بتتلخبط في اللحظة دي ايه اللي بيحصل بالظبط، لان في ناس ساعات بتأخر وفي ناس ساعات بتقدم على حسب المواعيد اللي هي عارفاها، ومش كل الناس بتبقى عارفة المواعيد، ومش كل التليفونات والموبايلات بتأخر او بتقدم الساعة. في موبايلات كتير جدا من السمارت فونز بتأخر او بتقدم الساعة على حسب التوقيت الحقيقي، لكن في حاجات تانية ما بتأخرش، والناس اللي معتمدة على الساعة هي كمان ما بتأخرش. ده زائد انه هيحصل شوية مشاكل في التعاملات المادية، ولازم تعرف كويس قوي انه في التوقيت اللي هيحصل فيه تغيير للساعة لحد الفجر ما ينفعش يبقى فيه اي تعاملات مادية، سواء بقى تعاملات مع شركات الاتصالات ان انت تشحن حاجة او تعمل حاجة في الرصيد او تدفع فواتير او تسحب حتى من ATM او تتعامل اي تعاملات مادية سواء اونلاين او حقيقية، لانه الحاجات دي بتبقى كلها معتمدة على الساعة بشكل كبير. يعني تغيير الساعة لحد الفجر بكرة هيبقى عامل